أسعد 10 شعوب في العالم. والمقصود بالسعادة هنا هي جودة الحياة العالية والمستوى المعيشي المرتفع والحالة الاقتصادية المستقرة والشعور بالأمان وكل الحاجات الحلوة دي. المركز العاشر دولة نيوزيلندا، ونيوزيلندا في جنوب شرق استراليا، والتعليم في نيوزيلندا مجاني، بتركز على تعليم المهارات الحياتية، ومتوسط الأجور حوالي 50,000 دولار سنويا، وأربع أسابيع في السنة أجازات مدفوعة، ومتوسط ساعات العمل هم 37 ساعة في الأسبوع، ونسبة الأشخاص اللي بتنتحر حوالي 11 حالة لكل 100,000 شخص. المركز التاسع استراليا، وطبعا التعليم في استراليا مجاني، ومتوسط الأجور حوالي 55,000 دولار سنويا، والأجازات 4 أسابيع مدفوعة، وساعات العمل حوالي 36 ساعة في الأسبوع، و8 حالات انتحار لكل 100,000 شخص في السنة. المركز الثامن سويسرا، بلد الأحلام. نظام التعليم في سويسرا من أفضل الأنظمة في العالم، وبرامج تدريب مهني قوي، ومتوسط الأجور حوالي 90,000 دولار سنويا، وليك شهر أجازة مدفوع في السنة، وساعات العمل حوالي 35 ساعة في الأسبوع، و11 حالة انتحار لكل 100,000 شخص سنويا. المركز السابع دولة لوكسمبورغ. التعليم في لوكسمبورغ جودته عالية، والحكومة بتدعم التعليم بشكل قوي، ومتوسط الأجور حوالي 100,000 دولار في السنة، وبيقابلها برضه زيادة في الأسعار، والأجازات 5 أسابيع مدفوعة، وساعات العمل حوالي 35 ساعة في الأسبوع، وحوالي 6 حالات انتحار لكل 100,000 شخص سنويا. يعني الفيديو عجبك؟ ليه ما عملتش لايك؟ حط لايك واشترك في القناة لو حابب تشوفنا تاني. هنخش على المركز السادس. المركز السادس دولة النرويج. التعليم مجاني، وبيركزوا على الأنشطة الرياضية والفنية، ومتوسط الأجور حوالي 70,000 دولار سنويا، والأجازات 5 أسابيع مدفوعة الأجر، وساعات العمل حوالي 33 ساعة في الأسبوع. في 10 حالات انتحار لكل 100,000 شخص في السنة، بس الحكومة بتقدم برامج دعم قوية ضد الانتحار. بينتحروا ليه دول؟ مش مقدرين النعمة اللي هم فيها. المركز الخامس هولندا، والتعليم في هولندا من أفضل أنظمة التعليم في العالم، وبتعتمد على التعليم العملي، ومتوسط الأجور حوالي 52,000 دولار سنويا، والأجازات 5 أسابيع مدفوعة الأجر، وساعات العمل حوالي 29 ساعة في الأسبوع. يا ربي ليه، يا ربي ليه 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 ليه، اللهم لا اعتراض يا ربي ليه. وحالات الانتحار 9 حالات لكل 100,000 شخص. المركز الرابع السويد، والسويد دي هي أكتر دولة محايدة في العالم. التعليم هناك مجاني، وبيسعوا لتعليم مهارات التفكير المستقل، ومتوسط الأجور حوالي 50,000 دولار سنويا، والأجازات 6 أسابيع مدفوعة الأجر، وساعات العمل 36 ساعة في الأسبوع، و10 حالات انتحار لكل 100,000 شخص، والدولة بتعمل لهم جهود كبيرة في مجال الصحة النفسية. المركز الثالث أيسلندا، ودي جزيرة تابعة لقارة أوروبا في المحيط الأطلنطي، وبتكون تلج أغلب أيام السنة. التعليم في أيسلندا مجاني، وبيركز على الإبداع، ومتوسط الأجور حوالي 50,000 دولار سنويا، والأجازات 4 أسابيع مدفوعة الأجر، وساعات العمل حوالي 35 ساعة في الأسبوع، ونسبة الأشخاص اللي بتنتحر في السنة 6 أشخاص لكل 100,000. المركز الثاني الدنمارك. التعليم مجاني، وبيركزوا في التعليم على المرحلة الابتدائية، ومتوسط الأجور حوالي 60,000 دولار سنويا، والأجازات 6 أسابيع مدفوعة الأجر، وعدد ساعات العمل 33 ساعة، وحالات الانتحار 8 لكل 100,000 شخص. المركز الأول اللي يعرف يكتب في الكومنتات. كتبت؟ لسه؟ طب اكتب، مستنيك اهو. المركز الأول دولة فنلندا، وفنلندا محتلة المركز الأول لأكتر من 6 سنين، ونظام التعليم من أفضل أنظمة التعليم في العالم، ومجاني طبعا، ومتوسط الأجور حوالي 47,000 دولار سنويا، والأجازات 5 أسابيع مدفوعة الأجر، ومتوسط ساعات العمل 33 ساعة في الأسبوع، وحالات الانتحار 13 حالة لكل 100,000 شخص. وبالرغم من كده فنلندا هي من أفضل الدول لمعالجة الصحة النفسية، و13 حالة ديت هي أكتر من التسعة اللي قبل منها. عشان تعرفوا بس إن السعادة مش في الفلوس، السعادة في اللي يتفرج عليا. وفي النهاية السعادة ممكن تكون هدف لكل واحد فينا، بس كل واحد بيعيشها بطريقته المختلفة. هسيب لكم المصادر اللي جبت منها المعلومات في الديسكريبشن بوكس. طول ما انت مكمل معايا لحد هنا تبقى انت حبيب قلبي بجد يعني. حط لي لايك بقى واشترك في القناة، فعل زر الجرس. سلام.